النجم كابتن خالد عبد الفتاح، نجم النادي الاهلي، النجم الكبير العظيم. بس قبل ما نتكلم عن كابتن خالد عبد الفتاح نصلي على النبي وبسم الله الرحمن الرحيم. كابتن خالد عبد الفتاح نجم الجبهه اليمنى عندنا، منزل النهارده تهنئه لزميله وحبيبه واخوه البفه بتاعته الكابتن مروان حمدي، بيهنئه بعيد ميلاده ومنزل له ستوري حلوه على الانستا ومش عارف ايه. طب يا كابتن خالد عبد الفتاح، الراجل اللي انت منزله تهنئه وفرحان بيه ده شاتم النادي الاهلي، شاتم جمهور النادي الاهلي، شاتم كل حاجه في النادي الاهلي. اللي انت كل سنه وانت طيب اخويا ومش عارف ايه ومنزل له ستوري. هو انت ما كانش ينفع تقول له كل سنه وانت طيب بينكوا وبين بعض، ولا لازم الستوري الوقت خلاص دي اللي بتثبت مدى حبكوا لبعض؟ يا عم روح جيب له تورتايه وخدها البيت وروح له انزل خد العربيه وفسحه. لازم يعني ستوري بينكوا وبين بعض؟ وبعدين يعني هو كابتن مروان حمدي صاحبك لوحدك؟ طب ما هو اصحاب كتير في النادي الاهلي واصحابهم كلهم في النادي الاهلي وكانوا زمايله وفي ناس كانت بتلعب معاه. اشمعنى انت؟ عشان الناس دي حاسه بجمهور النادي الاهلي، انما انت لا، انت ما انتش فارق معاك جمهور النادي الاهلي. وهفكرك ان انت مش فارق معاك جمهور النادي الاهلي من زمان، من بدايه السنه. هفكرك الوقت واحد يجي يقول له طب ما هو امام، انت عندك امام اللي شاتمكوا وشاتم رموزكوا وشاتم النادي الاهلي وشاتم كل حاجه، انتوا متقبلينه وبتنادوا في اسمه في المدرجات وامه ومش عارف ايه. طب ما هو ده كان شاتمكم. انا هقول لك ايه الفرق بين كابتن خالد وبين امام عاشور. مش هقول لك بقى امام عاشور بقى كان عندكم ومش عارف. لا، امام عاشور كان لسه لاعب صغير طالع لسه في نادي الزمالك. فامام عاشور كان وسط بيئه، طبعا نادي الزمالك على دماغي، هنا ما اقصدش نادي الزمالك، انا اقصد اشخاص. شايف ناس بتشتم النادي الاهلي ورموز النادي الاهلي، وشايف ناس بتشتم الجمهور وبتسب وبتعمل كل حاجه. فطبعا امام عاشور لاعب صغير، طب ليه ما عملش زيهم؟ فامام عاشور بقى خلاص، لا ده ناس الكبيره دي والفهمه بيعملوا كده، لا طب ما انا هعمل كده زيهم. اشمعنى دول ولاعب صغير عايز ياخد بونت عند الجمهور، عايز يحبب الجمهور فيه، انت فاهم قصدي؟ فانا هعمل كده. فامام فعلا عامل كده، بس في ميزه عند امام لما قعد مع نفسه وفكر واكتشف ان هو غلطان اعتذر بدل المره 2 و3 و4. ولما عمل موقف مع وليد سليمان برضه حاول يعتذر مره و2 و3 و4. واحد يقول له طب ما هو بيعتذر علشان هيجي النادي الاهلي. هقول لك كان ساعتها اصلا امام ما كانش في فرصه ان هو يجي النادي الاهلي، انت فاهمني؟ هيقوم ما يقلش عرفك مثلا ما هو كان افرضوا مربطينها مع بعض عشان يجي النادي الاهلي. هقول لك الراجل طلع وحلف بالله وقال والله ما كنت اعرف ان انا هاجي النادي الاهلي، ولا كان في كلام اصلا ان اجي النادي الاهلي. الراجل حلف بالله، فاكيد هصدقه. تحلف بربنا اللي احسن من اي حد. فالكابتن خالد بقى هنا النقطه، انت واحد بتلعب في النادي الاهلي، انت اصلا لاعب في النادي الاهلي، فما ينفعش. وهقول لك انت منتش فارق معاك النادي الاهلي من امتى. فاكر لقاءك مع شوبير بدايه السنه كان تقريبا في شهر 1 لما كان بيسالك سؤال وبيوقعك. هو كابتن شوبير بيوقعك اصلا، بيقول لك انت ممكن تلعب في نادي الزمالك لو الاهلي استغنى عنك. قمت له ما العبش لا في نادي الزمالك. انت فاهم؟ يعني انت مش فارق اصلا معاك جمهور النادي الاهلي، مش فارق معاك. يعني انت لعب في النادي الاهلي وما ينفعش حتى لو زملكاوي ونفسك تروح تلعب في النادي الزمالك، ما ينفعش حتى تقول لو الاهلي استغنى عني انا العب في الزمالك عادي. ما ينفعش ده تصريح تقوله. وساعتها الجمهور ما قالش حاجه وعدى تصريح وخلاص. فالوقت الجمهور ما ينفعش يعدي في اللي انت عامله ده، الجمهور ما ينفعش يعديه. انت راجل في اخر ماتشين لعبتهم كان ادائك كان كويس، الجمهور لا خالد عبد الفتاح لا مش عارف، مع انك ما كنتش بتلعب بس لما لعبت اديت، فالجمهور وقف في ظهرك ودعمك. تقوم انت تروح مش عارف ايه. فهو تصرف اساسا ساذج، ومش عارف اللعيبه مش حاسه بجمهور النادي الاهلي. واحد زي رامي ربيعه لما تكون كابتن وتطلع من يومين تقول كده ما عادش يشجع النادي، وانت الوقت وقبل كده. فاللعيبه ما عادتش حاسه بجمهور النادي الاهلي. ايام زمان اللعيبه كان حاسين بالجمهور، كان اول حاجه عندهم الجمهور. الشناوي لما راح مثلا اسكندريه وما راحش للجمهور قال لك لا اصل ده جمهور مش عارف ايه. اللعبه ذات نفسها ما عادتش حاسه بالجمهور، ما عادش يفرق معاها الجمهور. هو خلاص الوقت الماده والقرشينات اللي انا باخدهم وقشطه وتمام. والله ده موضوع قول لي انت رايك فيه، يعني سيبك من رايي، قول لي برضو انت رايك او وجهه نظرك في ان الكابتن خالد عبد الفتاح ده يعمله.